ليش الجماعه ما يريد يغادرون؟ لانه يعني ببساطه بعبع اسمه عدنان درجال. اي ببساطه اليوم عدنان درجال، انا اعيد الكلام اللي اقوله اعيد اليوم. عدنان درجال يمثلون بكابوس ازلي راح يبقى الى ان تنتهي هاي القضيه، بدليل ان السيد رئيس الاتحاد، مو انا اقول كلامه، هو اللي قاله، انه ظهر في لقاء يعني متلفز موجود، انه قال انا مستعد، مو قال انا مستعد خلي يجي عدنان درجال اتنازل عن منصبي او من هذا القبيل، مو قال هذا الشيء؟ لو انا غلطان اذا صححوا لي، قال هذا الكلام لو ما قاله زين؟ هذا الكلام موثق. اذا فهذا دليل صحيح على ان وجود الكابتن عدنان درجال راح يبقى كابوس ازلي الى ان تنتهي هاي القضيه. ثاني شيء، شوف رئيس الاتحاد او الانسان اللي واصل عن طريق الانتخابات، اللي عن طريق العمليه الانتخابيه النزيهه العظيمه اللي صارت، ما يقول هذا الكلام، ما المفروض يقوله، لان هذا اول شيء عدم احترام للي ينتخبه زين. لان المنصب هو مو منصبك حتى توزعه، انت المنصب انت تمثل المنصب، انت تعرف شو، انت جاي قاعد في المنصب كانسان بشخصك حتى تمثل هذا المنصب. فانت ما يصير تعطي لانسان انت تعتقد هو ما كان الاجدر بهذا المنصب. هذا دليل على شنو اليوم؟ دليل على انه بالفعل هناك عمل غير واضح وغير عقلاني متمثل بهذه التصريحات. انا لما اراقب المشهد اليوم واشوف هاي التصريحات احكم على قدرة الانسان في الثبات الانفعالي عندما يقود، واقارن بمن؟ اقارن بالانسان السابق او بالقائد السابق. فلما اخلي عملية موازنة ما بين الكابتن السابق لرئيس الاتحاد والكابتن الحالي لرئيس الاتحاد اليوم، اشوف هناك ثقل كبير، والكفة للكابتن السابق تفوق الكابتن الحالي بهذا التصريح اللي سمعته. زين، انت عرفت شلون؟ لهذا السبب سيبقى كابتن عدنان درجال يمثل كابوس للبعض الى ان تنتهي هذه القضيه. وانا من هذا المكان اسمع يا الاتحاد العراقي، لحظه ابو حالوب دقيقه، يعني اسمع يا الاتحاد العراقي، سمعتوا تصريح ميثم عادل الان؟ ميثم عادل يقول لكم راح يستمر عدنان درجال كابوس لكم. طبعا فالصداع عندكم هسه ذات الطول، طبعا صداع سيسبب لهم صداع، وستستمر هذه الدوامه. واليوم واضحه اصلا في المؤتمر الصحفي، انت راح تجيها هسه راح نناقشها في المؤتمر الصحفي اليوم. تركوا البعض من الاعلاميين عن طريق اعلامي كان موجود داخل هذا. انا استقي واخذ ارائي من الواقع. التهوا بمن؟ تركوا مساله المدرب باسئله بسيطه، والتهوا بال 33 شخص وبالمكتب الاعلامي وما الى ذلك.